مرة شفت مبرمج شغال وموقعه بيفتح قدامه بسرعة وهو قاطع النت تماما. السر في كلمة بتشوفها دايما في شريط المتصفح وهي لوكال هوست. تعالوا نفهمها ببساطة. اللوكال هوست يعني السيرفر الشخصي اللي جوه جهازك انت، بدل ما المتصفح يروح يدور في الانترنت بره. الكلمة دي بتقول لجهازك لف وارجع تاني وافتح السيرفر اللي شغال جواك حاليا. وعشان كده الرقم الثابت بتاعه هو 127.0.0.1، وده اي بي مخصص بيشتغل زي المراية، بيخلي الكمبيوتر يشوف نفسه كأنه سيرفر ويب حقيقي. المبرمج بيستخدمه عشان يجرب ويعدل في الموقع براحته وبسرعة صاروخية ومن غير ما يدفع مليم، والأهم من غير ما أي حد في العالم يشوف شغله وهو لسه تحت الإنشاء. بس في مطب شهير بيقع فيه مبرمجين كتير في البداية لما يخلصوا المشروع ويجوا يرفعوه على سيرفر حقيقي على النت، بينسوا يغيروا كلمة لوكال هوست. فتلاقي الموقع ضرب ووقف فورا لانه بيدور على البيانات جوه اجهزه المستخدمين. وعشان تعمل حركه صايعه في الانفراستراكشر، في ملف جوه جهازك اسمه ملف الهوستس، وده زي دليل تليفونات محلي خاص بيك انت بس. بتدخل تكتب فيه سطر واحد، تكتب 127.0.0.1 ومسافة، وبعدها أي اسم تحبه لمشروعك زي ماي بروجكت دوت لوكال، وجهازك هيفهم فورا ويفتح سيرفرك المحلي من غير ما تكتب أرقام تلخبطك. الخلاصة، اللوكال هوست هو المعمل السري لأي مبرمج، ومن غيره التطوير كان هيبقى كابوس. ولا في الكومنتات ايه كان أول مشروع شغلته على اللوكال هوست بتاعك؟ اعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع كل جديد.